السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة قاعدين قاعدة جميلة كده، قاعدة رمضانية. عمر جه سألني بيقول لي انا عايز اعرف قصة اصحاب الاخدود اللي موجودة في سورة البروج. صح يا عمر؟ صح. عايز يعرف ايه حكاية القصة دي ومين هم اصحاب الاخدود وايه الحكاية بالظبط، وعايز يعرف كل تفاصيلها. نبدأ الاول نقرأ بداية سورة البروج. بس انا انا هقرأ لسه ما وقولوا ورايا. انا يلا. ما خدتهاش اصلا، طيب بس يلا قولوا هقرا ورايا. ورا. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها إذ قعود. هم عليها قعود. طب يلا بينا نعرف ايه حكاية أصحاب الأخدود. قولوا بسم الله. بسم الله. احنا بدأنا بسم الله. بسم الله. نبدأ بسم بقى الله. ونعرف ايه حطوا حكاية قصة حطوا أصحاب لايك. الأخدود. حطوا لايك وما تزعلهمش. يلا بقى نسمع أصحاب الأخدود ايه القصة بتاعتهم. يلا. زمان كان في ملك ظالم، تمام؟ الملك ده مش مؤمن، كافر، تمام؟ يعني ايه؟ بيقول للناس انا ربكم اعبدوني. طبعا ما ينفعش احنا نقول انا ربكم، لان احنا مخلوقين، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، تمام؟ وهو كان بيقول للناس لا، ان هو اللي خلقهم، هو اللي ربهم، لازم يعبدوه هو. الراجل ده كان وحش جدا. الملك ده كان معاه مين اللي بيساعده؟ كان ساحر كبير جدا، تمام؟ الساحر ده كبر في السن، راح قال له انا كبرت في السن وخايف بقى ان انا ايه اموت واسيب بقى كده المملكة من غير ساحر ومحدش يعرف امور السحر اللي بتساعدك على الملك وان انت تقدر تسيطر على الناس. هات لي غلام يكون ذكي. هات لي غلام يكون ذكي. غلام يعني ايه؟ يعني ولد كده يكون ذكي، تمام؟ بيسمع الكلام، ماشي؟ علشان خاطر اعلمه، تمام؟ جاب له لقي ولد ذكي جدا وشاطر قوي، وقال انا هاخد الولد ده علشان خاطر يتعلم ايه على ايد الساحر. فاتفق مع اهله وبقي الولد يجي علشان يتعلم امور السحر. وهو في طريقه للساحر قابل راهب كان بيتعبد لله عز وجل في يعني كهف ايه من راهب؟ الكهوف. راهب ده يعني يعني مؤمن؟ اللي هو شيخ؟ لا مش شيخ، راهب. كان زمان ما كانش ربنا لسه ما كانتش الرسالة، ما كانش لسه سيدنا محمد، تمام؟ فالراهب ده اللي هو ايه، سلام، احنا بنحكي قصة ما كانتش لسه موجودة على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام؟ يعني كان لسه الرسول ما اتولدش. فالراهب يعني ده كان لسه عابد الرسول ما لله. جاش؟ كان لسه سيدنا محمد ما اتولدش. الراهب ده عابد لله عز وجل. يعني ايه عابد لله؟ يعني هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى واحد احد، تمام؟ هو اللي خلقنا، ربنا سبحانه وتعالى مش زينا احنا البشر، تمام؟ فكان هو مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى والكون ده كله والناس دي كلها مين اللي خلقهم؟ ربنا الله الواحد الاحد، تمام؟ فهو عدى عليه وبقي ايه، الغلام يقول له انت، يقول له انت، الراهب بيسأله بيقول له انت مين اللي خلقك؟ قال له ربنا اللي هو الملك، يقصد الملك. قال له لا، انا بعبد الله عز وجل اللي هو ايه، واحد الاحد. فبدأ قال له يعني ايه؟ علمني امور الايمان. قال له طيب كل يوم تعدي عليا وانا اعلمك. قال له طب لو اتأخرت على الساحر، الساحر هيضربني، ولو اتأخرت على ابويا وامي هم هيضربوني. راح قال له خلاص، انت تروح للساحر، لو انت اتأخرت عليه تقول له اللي اخروني، تمام؟ اللي منعوني عنك واخروني ابويا وامي. ولو اتأخرت على ابوك وامك تقول لهم ايه؟ اللي اخرني عنكم، تمام؟ الساحر، ماشي؟ وفضل كده كل يوم يروح يتعلم على ايد الراهب ده ويرجع يروح للساحر ويتعلم،
لحد ما الولد صدق وآمن إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ تمام؟ هو الخالق. تمام؟ بعد ما قتل الغلام مشي بسرعة وساب الإيه؟ ساب الأعوان بتوعه هم بقى اللي موجودين. بعد ما مشي الملك ماشي، كل الناس آمنت برب الغلام، كل الناس صدقت بربنا سبحانه وتعالى وإن ربنا واحد أحد وإن الملك ده ظالم وكذاب. ماشي، راحوا جريوا اعوان الملك على الملك، والحق الحق يا ملك انت ما شفتش اللي حصل. قال لهم ايه اللي حصل؟ قال لهم كل الناس تمام امنت بالايه؟ برب الغلام. راح قال لهم اعملوا ايه؟ احفروا حفر خندق، تمام، او اخدود، يحفروا حفره كده كبيره ويملوها نار. يملوها ايه؟ نار. ليه؟ ويجيبوا كل الناس ويقولوا لهم اللي هيكفر بربنا ها وهيقول ان الملك ده هو ربه ماشي هنسيبه يعيش، واللي ايه؟ واللي هيفضل مآمن بربنا هنموته في النار دي. راحت النار ما رضيتش، الناس ما رضيتش ايه؟ تكفر بربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دخلنا الجنة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا ماشي، مش الملك الظالم. صح؟ الملك ده بشر زيه زينا. راح بقي يحدف كل الناس يا عمر، بقي يحدف كل الناس في النار، لغاية ما جه على آخر واحدة كانت ست ومعاها طفل رضيع صغنن كده، وكان هيحدفهم في النار. راحت الأم ايه؟ صعب عليها ابنها وكانت هتكفر بربنا. راح ربنا سبحانه وتعالى عمل آية جميلة جدا، عمل معجزة، خلى البيبي الصغنن اللي لسه بيرضع ينطق ويكلم مامته، يقول لها ايه؟ اصبري يا اماه، اصبري ايه يا اماه، تمام، يقول لها اصبري ولك الجنة. فالام ايه؟ صبرت ورموها في النار هي وطفلها. تمام، ودي قصة اصحاب الاخدود اللي بس بقى ربنا سبحانه وتعالى هيكافئهم عشان هم فضلوا مصرين على ايمانهم، هيكافئهم بالجنة في الاخرة. ربنا بقى هيفوزوا فوز عظيم في الجنة في الآخرة. ايه رأيكم في قصة أصحاب الأخدود؟ حلوة جميلة. احكي لنا بقى عن قصة ايه؟ لا، قصة تانية في الحلقة الجاية إن شاء الله، وفي المرة الجاية ونقعد مع بعض ونشوف عايزين قصة ايه ونحكيها مع بعض. ايه رأيكم؟ انا عايزة قصة. دلوقتي نسلم على حبايبنا ونقول لهم اشتركوا ايه؟ لايك وفعلوا الجرس عشان يا مع رب السلامة. يا رب قصة النهاردة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا بكرة بكرة جهزوا نفسكم بقى عشان بكرة هنعملوا قصة الأنبياء، قصة الولد اللي انت بتقولي. ما خلاص قلناها قصة الغلام، قلنا قصة إن شاء الله نشوف قصة جديدة بإذن الله. حاضر، ناخد قصص تانية إن شاء الله في المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة وشجعونا لو الفيديو ده عجبكم، إن احنا نكمله إن شاء الله، نكمل السلسلة دي ونحكي معاهم، وده بيساعدهم على الحفظ إن احنا نقول لهم تفسير الصورة. شجعونا ونشتغل احنا وانتوا ونتفرج عليها أولادكم وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.